فممكن جماهير ليفربول تتفائل شويه بخساره البطوله دي. محمد صلاح بيعمل رقم كارثي مع ليفربول في النهائيات، وليفربول شكله كده خدعنا في الصفقات. عم ارني سلوت شكل كلام ابو تريكه عليه السنه اللي فاتت طلع صح ولا ايه؟ شويه كلام كده بعد ماتش ليفربول وكريستال بالاس وخساره ليفربول رسميا اول بطوله في الموسم. على الناحيه الثانيه كريستال بالاس بيعمل انجاز تاريخي مع جلازنر للمره الثانيه. انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدينوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن ماتش ليفربول وكريستال بالاس. شويه كلام كده عن الماتش وشويه كلام عن صلاح، وكمان هنتكلم عن صفقات ليفربول. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل القناه 5000 مشترك. ويلا بينا كده نشوف هنقول ايه النهارده. خلينا بقى نبدا كده كلام عن ابو صلاح. محمد صلاح النهارده بيكمل سجله السلبي في النهائيات وبيعمل رقم كارثي. ايه الرقم الكارثي ده يا عم حمدينوفيتش؟ محمد صلاح لعب 14 نهائي في مسيرته. في ال 14 نهائي فشل ان هو يسجل اي جون من لعب مفتوح. في ال 14 نهائي سجل جونين بس، والجونين كانوا من ضربتين جزاء. بمعنى اصح ان محمد صلاح في النهائيات شبح بيختفي، ملوش اي بصمات في الماتشات النهائيه، ما بيظهرش في الماتشات النهائيه. ودي حاجه بالرغم من الارقام اللي بيعملها صلاح والمسيره العظيمه اللي عاملها صلاح في اوروبا، الا ان دي هتفضل نقطه سوداء في تاريخ محمد صلاح على مدار نهائياته كلها. ان انت ما تجيبش ولا جون من لعب مفتوح، دي كارثه من لاعب كبير قوي 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 زي صلاح. ان انت في 14 نهائي ما تسجلش الا جونين بس، والجونين دول يكونوا من ضربتين جزاء، رقم سيء جدا لصلاح. غير كده بقى احنا النهارده صلاح شايفينه بعينينا، صلاح اسوأ واحد في الماتش من الفرقتين، سواء الفرقه دي او الفرقه دي. صلاح ما جاش اصلا الماتش. وغير كده كمان ان انت تخش تضيع ضربه الجزاء الاولى، انت المفروض نجم الفرقه وانت المسدد الاول للفرقه، فانت داخل بقى عشان تدي الثقه للفرقه. صلاح بيشوط، بيجي عليه اوقات بيشوط ضربات جزاء بطريقه غريبه قوي، تحسه بيلعبها كده بسن رجله، اللي هو مش عارف هيحطها فين، مش عارف عايز يلعبها ازاي اصلا، بيخش يرزع يا باشا الكوره وزي ما تيجي تيجي. صلاح لما بيركز في ضربه الجزاء وبيلعبها من غير توتر، صلاح بيلعبها حلو قوي. وصلاح رغم خبرته الكبيره قوي دي في اوروبا والمسيره الاسطوريه اللي بيعملها، الا ان صلاح بيجي له اوقات في ماتشات معينه بتحس ان هو متوتر ان هو يخش يشوط ضربات الجزاء اللي زي دي. ضربة جزاء ماتش السنغال اللي هو بالمناسبة شايط اللي أصعب منها في ماتش الكونغو، بس ضربة جزاء ماتش السنغال دي صلاح داخل متوتر وكان باين إن هو يضيعها. ضربة جزاء ريال مدريد السنة اللي فاتت في دوري الأبطال، صلاح داخل رغم إن السنة اللي فاتت كان موسم عظيم لمحمد صلاح، وضربة الجزاء دي جت في نص تألق صلاح. يعني هي ما جاتش وهو مثلا مش في الفورمة، لا هي جايه في نص تألق صلاح، إلا إن صلاح دخل شاطها بسن رجله، ما تعرفش هو داخل يعملها إيه، وكان باين ان هو متوتر وكان باين ان هو مقلق وهو داخل شايطها. ضربه الجزاء بتاعت النهارده بيبان على وش محمد صلاح وهو داخل، فصلاح عليه علامات استفهام كبيره قوي قوي في ماتش النهارده ده. انت نجم الفرقه، انت اللي المفروض شايل الفرقه، ان انت تكون عبء على الفرقه بالشكل ده في اول ماتش. اتمنى ان هي تكون بس كده ايه يعني تسخين للي جاي من ابو صلاح، ومستنيين منه موسم قوي، لان بدايه الموسم هتفرق جدا في موضوع البالون دور. البالون دور ما انتهاش بنهايه الموسم اللي فات خالص. محمد صلاح لو قدم بدايه موسم قويه في شهر 8 و9 و10، بدايه الموسم دي لا احنا ممكن نلاقيه اسمه بيرجع تاني في البالون دور عادي جدا، واسامي زي ديمبلي او لامين يامال او رافينيا بترجع تقل، لان برضو زخم البالون دور بيبقى في جزء كبير منه قوي على بدايه الموسم الجديد اللي هو بيبقى قبل الجايزه على طول. فحته البالون دور دي لسه ما راحتش يا ابو صلاح، نتمنى ان انت تركز في بدايه الموسم، لان ده هيبقى عامل كبير قوي على فوزك بالبالون دور. وكفايه كلام كده على ابو صلاح، وخلونا بقى نتكلم عن نقطتين. اول حاجه الصفقات، تاني حاجه عن ايرن سلوت. اول حاجه الصفقات، هل ليفربول خدعنا في حته الصفقات الكتير اللي جابها والميركاتو التاريخي؟ احنا اتخدعنا فعلا. هتقول لي ليه اتخدعنا؟ هقول لك على قد ما ليفربول عامل ميركاتو تاريخي، على قد ما هو باع كتير. باع لويس دياز، باع نونيز، باع كوانساه، اليوت غالبا هيتباع، ده غير طبعا وفاه يوتا. فانت بتتكلم ان انت جبت فيرتس، كيتيكي، كريكيز، فريمبونج، بس انت طلع قصادهم ما يقلش عن اربع خمس ست لعيبه، لان في فيليبس كمان المدافع اللي مشي، في شويه كده لعيبه احنا ما نعرفهاش طلعت من الفرقه. فاحنا شكلنا اتخدعنا، لان برغم من الصفقات اللي ليفربول جابها كتيره جدا دي، الا انك هتبص هتلاقي في مركز الباك اليمين برادلي مصاب ما فيهوش الا فريمبونج، الباك الشمال ماشي روبرتسون وكريكيز تمام، الدفاع ما فيش غير كوناتي وفان دايك. جوميز البديل بتاعهم مصاب، اللي هو احنا عارفين اصلا ان هو
ما يلعبش دكه اصلا في ليفربول، بس تمام هو تحسه منسي في وسط الهيصه دي كلها. خط الوسط تمام شويه، الهجوم الكتيكي طلع، انت ما فيش مهاجم عندك في الفرقه اصلا. فليفربول بالميركاتو العظيم اللي عملوه ده، ولسه الفرقه فيها نواقص، لسه الفرقه محتاجه تدعيمات، ولازم الفرقه تركز ان هي ما تبوظش الميركاتو التاريخي اللي عملوه ده بان هم يسكتوا لحد كده. لا، الفرقه لسه عايزه صفقات تاني، مدافع، مهاجم، ايزاك. بعد اللي شفناه النهارده اعتقد ان هو لازم يجي. جاكبو كان وحش جدا، هنتكلم عنه قدام، بس حته صفقات ليفربول الكتيره قوي اللي جت دي ما تخليناش ننسى ان هم لسه محتاجين صفقات تاني. الحاجه اللي بعد كده عايز اتكلم عليها قرارات سلوت. ليفربول استحق الخساره مليون في الميه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليفربول الشوط الثاني ما جاش. ليفربول الشوط الاول كان تمام، اول تلت ساعه او اول نص ساعه حلو جدا. بعد كده بقى تحس خلاص الفرقه بعد الجونين اللي جابوهم ناموا خالص. الشوط الثاني اصلا كريستال بالاس كالوا ليفربول. قرارات ايرن سلوت سيئه جدا. الكتيكي ليه طالع؟ انت ليه مطلع المهاجم الوحيد عندك في الفرقه واللاعب الهجومي الوحيد اللي شدت حيله في الفرقه؟ جاكبو ليه كمل 90 دقيقه؟ الواد ريو ليه ما لعبش اصلا؟ فيرتس برضه ليه يطلع؟ ليه تطلع اللاعب الوحيد اللي عنده لمسه ابداعيه عندك في الفرقه؟ شويه قرارات من سلوت تخلينا كده نفكر شويه، هل الفرقه دي بالمدرب ده هيقدروا ينافسوا السنه الجايه؟ سلوت عمل موسم عظيم السنه اللي فاتت مع ليفربول، بس السنه اللي فاتت ما كانتش التطلعات او الطموحات كبيره قوي ليفربول، كان المعظم عارف ان هم هيقعوا بعد رحيل يورجن كلوب. انما السنه دي بالصفقات اللي انت عاملها، بتجديدك الاثنين من اهم لعيبه الفرقه اللي هم صلاح وفان دايك، لا يا معلم، انت العالم كله مستني يشوف بقى ليفربول هتعمل ايه، مستنيين يشوفوا الفرقه اللي جايبه اللي مجمعه جالاكتيكوس دي هيعملوا ايه. فهل السنه اللي فاتت ليفربول خد الدوري عشان صلاح بس كان كويس؟ احنا شفنا النهارده الجناحين بتوع ليفربول زي الزفت، سواء جاكبو اللي وحش جدا او صلاح اللي يوم ما بيبقى وحش ليفربول كلها بتبقى وحشه. صلاح لما بيبقى وحش تحس الفرقه ما عندهاش حلول. انت الجناحين بتوعك النهارده كانوا وحشين جدا، الدفاع بتاعك شكله لسه مش منسجم مع بعضه، في مساحات كتير قوي كان بيخش فيها ماتيتا او اسماعيل صار. الجون الاول اللي هو ضربه الجزاء ده هو من اوله اصلا ماتيتا سحب كده ما بين فان دايك وكوناتيه ورايح، كان رايح انفراد بس ضيعها. الجون الثاني نفس الكلام، ثغره كده في الدفاع، لقينا اسماعيل صار خد الكوره هوب جول. فليفربول دفاعيا الفريق كان وحش جدا النهارده، هجوميا الجناحين بتوعك ما كانوش احسن حاجه، واللي زاد الطينه بله ان المدرب بتاعك خد قرارات غريبه جدا. غير طبعا ان النجمين بتوعك اللي انت قعدت السنه اللي فاتت كلها طول السنه تتحايل عليهم ان هم يجددوا، كانوا اوحش اثنين. صلاح اوحش واحد في الماتش، وفان دايك تاني اوحش واحد في الماتش. فالنهارده حرفيا كل حاجه كانت ضد ليفربول. على الناحيه الثانيه بقى لازم نتكلم عن جلازنر، مدرب كريستال بالاس اللي جه من سنتين والفرقه دي بتنافس على الهبوط. في خلال سنتين قدر يكسب بطولتين لاول مره في تاريخ كريستال بالاس. في خلال سنتين قدر يبني فرقه قويه جدا، على الرغم من انك بعت اوليسيه السنه اللي فاتت في اول السنه. السنه دي في كلام ان ايزي هيتباع، الفرقه ما بتعملش صفقات اصلا. جويه قائد خط الدفاع بتاعك هيتباع، ورغم كده عامل فرقه قويه جدا. ان انت تاخد بطوله من مانشستر سيتي وان انت تتحدى جوارديولا. جلازنر السنه اللي فاتت اتحدى جوارديولا وقال له لو قابلتك في النهائي انت مش هتقدر تكسبني المكسب اللي كسبته النهارده. كان السيتي تقريبا كسبهم 6-2 او 6-3 حاجه كده. وفعلا لما الفرقتين قابلوا بعض في النهائي جلازنر قدر ان هو يتفوق على جوارديولا وياخد منه البطوله، عشان النهارده يتفوق على بطل الدوري واللي عامل ميركاتو تاريخي واقوى فرقه في انجلترا وياخد منهم هم كمان البطوله. فشابوه بصراحه لجلازنر. وفي النهايه ممكن جماهير ليفربول رغم الخساره اللي هم خسروها والبطوله اللي خسروها الا انهم هيفرحوا. هتقول لي ازاي يا عم هيفرحوا؟ اقول لك لان البطوله دي حرفيا نحس. البطوله دي محدش بيكسبها ويبدا الموسم الجديد ياخد الدوري. اخر 10 سنين تقريبا او اخر 15 سنه كمان محدش عملها غير مانشستر سيتي مره واحده. فممكن جماهير ليفربول تتفائل شويه بخساره البطوله دي. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن ماتش ليفربول وكريستال بالاس. ابتدينا اهو نشم ملامح شويه عوده الكره الاوروبيه، وعلى يوم الجمعه بدايه الدوريات بشكل رسمي وبدايه الكوره مره اخرى. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. عايزين نوصل القناه 5000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.